السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ معاكم المهندس محمد خالد في تريو كودر بروجرامينج ويب سكول. معانا النهارده حلقة جامدة أوي أوي أوي، هتعرفك يعني ايه بوليان داتا تايب وايه هو البوليان داتا تايب اصلا. بص يا معلم، البوليان داتا تايب بترجع لك قيمتين، يا ترو يا فولس. في حاجة تانية؟ لا يا معلم، مفيش حاجة تانية، هي يا ترو يا فولس. جميل جميل. تثبت الكده ازاي؟ اول حاجه انت بتعرف الداتا تايب بتاعك زي اي فاريبل زي ما اتعلمنا. نكتب اسم الفاريبل، احنا هنعمل تو فاريبل، هنسميه تيست 1 وهنديله قيمه ترو، وهنسمي الفاريبل تاني اسمه تيست 2 وهنديله قيمه فولس. جميل جميل. انا يا معلم نطبع في الكونسول الفاريبل الاول، ونطبع في الكونسول الفاريبل التاني. حلو حلو. تعال بس نخلي ايه كده اهو، فاصل كده صغير. تعال نعمل رن. بص يا معلم، بص يا معلم، هتلاقي طبع لك في الكونسول. تعال بس هنكبرها شويه. ماشي، هتلاقي طبعا لك في الكونسول ايه؟ ترو، ادي القيمه الاولى اللي هي تيست 1، وادي الفولس اللي هي القيمه الثانيه. طب تعالى نعمل حركه حلوه، بس نودي دي كده. بص يا كبير، هنطبع سيبريتور بسيط، ماشي، عشان بس يفصل بين الحاجه والحاجه. جميل يا غالي، جميل يا غالي. نطبع السيبريتور الحلو ده، بس نفضي اللاين ده. تعالى بقى نطبع نفس الفاريبل اهو، تيست 1 عادي، وتحتيه اهو عادي تيست 2. حلو حلو، بس هنضيف حاجه صغيره قوي. هنضيف علامة دي. حلو، وهنعمل رن وهقول لك هتعمل ايه دلوقتي. بعد ما ضفناها لو خدت بالك، هنعمل رن تاني اهو. بعد ما ضفتها لو خدت بالك، احنا المفروض ده، بص قبل ما اوريك، المفروض ده يطلع لنا ايه؟ ترو. جميل. والمفروض ده يطلع لنا ايه؟ فولس. جميل. طب تعال نشوف بقى كده. ايه ده بقى؟ بص، ايه ده اللي فوق طلع فولس واللي تحت طلع ترو. طب ليه؟ هقول لك دلوقتي. بص يا معلم، بص يا معلم، هنا العلامة دي بتحول الترو لفولس، والفولس بتحولها لترو. ليه بقى؟ لان العلامه دي اصلا اسمها علامه النوت. يعني انا هكتب لك كومنت هنا دلوقتي اهو، نقفل السوليوشن ده. هكتب لك كومنت هنا هقول لك ان العلامه دي اهو is a not operator. not ايه؟ not operator. جميل جميل. في بقى ثلاث 3 ميثودز عايزك تعرفهم لي، يعني برضه نفس السيبريتورز الجميل بتاعنا. في بقى ايه 3 ميثودز عايزك تعرفهم. بص، الميثود الاولى اهي، هتكتب له تايب اوف. تايب اوف هي الميثود اهي، هتلاقي تايب اوف اهي عندك اهي، ماشي اهي. حلو. وتحط له البارامتر بتاعك بول. ماشي يا عم. طب الميثود التانية هقول لك يا معلم، هقول له نطبع علينا برضو ايه؟ البول. حط البول بقى، الميثود البول. في ميثود اسمها فولس سترينج اهي، دي بتطبع على طول فولس ستيتمنت على طول. ايه ترو سترينج اختها على طول في ظهرها ايه. تعال نعمل رن اهو. بص بقى يا معلم، لما كتبت له التايب اوف
البول جاب لك انها حاجه اسمها سيستم دوت بوليان. سيستم دوت بوليان، انت بتستخدم حاجه اسمها بوليان. انت لو جيت هنا دوست كليك يمين، حلو، ورحت الديفينيشن اهو، هيجيب لك سكرين كامله للكود بتاع البوليان اهو. بص اهو، ده بقى مين يا معلم اللي كاتبه اصلا؟ ده مايكروسوفت اهو. بص ده كله كده حاجات خاصه بالبوليان، ده كود كله مايكروسوفت حطاه خاص بالبول داتا تايب اهو. بص 400 لاين، 400 لاين. طبعا انت ما ينفعش تعدل في الكود ده غير ايه، بص يعني untouchable، غير قابل للتعديل. حلو يا معلم، حلو. تعال بقى نرجع لايه، لكودنا الجميل. حلو حلو، ماشي ماشي. انا بحاول كده نجربها. عايزكم، بص انا عايزكم طول ما انتوا بتذاكروا حاجه اسمها برمجه تقعدوا تجربوا. تعالى يا عم نحط بول. بص لو حطيت اصلا بول ودوست دوت، دي كلها ميثودز انت ممكن تستخدمها. تعمل نستخدمها مثلا دوت من اي ميثود. تعالى نستخدم اي ميثود. احنا استخدمنا الترو سترينج، الفورس سترينج. البارس دي بتعمل بارس، اللي لو دوست عليها قال لك انها بتعمل ايه، بول وبول دوت بارس، بتحول لك بارس هنا دي بمعنى علامة التشينج. الريد اون سبام اللي هي التشار ده طيب هنتكلم عليه. التشار ده اختصار لكلمة كاركتر، وتحط الفاليو. لو جيت اهو بتقول لك convert the specific span representation of a logical value of its bool equivalent. لا بتغير لك الداتا تايب بتاعك اللي هو بيحول لك لايه. كده بص تعال نشوف، نيجي الاستوديو مقترح لنا الكود ده، تعال نشوف ده هيطبع ايه. احنا بنجرب، لازم تجرب. تعال نشوف هيطبع ايه. طبع ترو. الله، طب ما احنا كنا عملنا assign لفاريبل وكان هيطبع لنا ترو وخلاص. طب البارس دي بتعمل ايه؟ ما انا قلت لك انها بتعمل حاجه equivalent، يعني بتعادل البول، هي بتعادل البول. حلو حلو. قال لك بقى بتريتن ايه، ترو لو الفاليو، هتلاقي معمول لك زوم على الحته دي، لو الفاليو بيساوي، في مساواة، هو مش بيساوي equal، لا equivalent، لا في مساواة البول دوت ترو سترينج. والفولس لو بيساوي الفولس دوت ايه دوت فولس سترينج. يعني انت لو كتبت له هنا كده فولس، ما هو عادي هيطلع لك الفولس في الكونسول عادي جدا اهو، هيطبع لك الفولس ولا اي حاجه عادي خالص. تمام. هنا ممكن نحط بارامتر. هو بص هتلاقي ادالك ايرور اهو. ليه؟ هو عايز بارامتر، هو عايز بارامتر. تعال ندخل كده على البارس اهو. لو دخلت على البارس هيدخلك على الكود اللي لسه مدخلك عليه. قال لك هنا دي public static bool بارس الريد اون سبان الكاركتر، زي ما قلت لك اهو. الكاركتر اللي هو التشار اللي هو الكاركتر، اختصار كلمه كاركتر داتا تايب، وخد الفاليو. قال لك بقى يا باشا الميثود دي بتعمل ايه؟ دي اسمها ميثود. تمام تمام. قال لك لو التايب بارس ده الفاليو اللي انت اديتها له بتعمل اول بول ريزلت، بتخرج لك الفاليو اللي انت اديتها لك، بتخرجها لك في الكونسول. تمام تمام. طبعا هنا في ثرو هيلبر وثرو فورمات اكسبشن، لو حصل ايرور ولا حاجه هيرمي لك اكسبشن، وبعد كده عمل ايه ريتيرن ريزلت، وهنشوف ده كله قدام. تمام. بس وانا عايزك تجرب. يعني طب تعال نشوف لو كتبت له نحط ترو. بص ده ايرور ليه؟ قال لك هنا ان cannot convert from bool to system.read only span char. انت هنا ما ينفعش تعمل تحويل من بول داتا تايب لتشار داتا تايب او كاركتر داتا تايب. بس هو بقى يا باشا ايه، انت عندك كام ميثود؟ تعال نشوف انت عندك كام ميثود كده، هو ايه عايزك تقعد تجربهم لي. فين اهو. بص
بص كام ميثود، يعني مثلا بتاع 10 11 كده مثلا، او جربهم شوف كل واحده بتعمل ايه فيهم. تمام تمام. وبس كده، ده الدرس بتاعنا. انا عايزك تعرف بس ان البوليان داتا تايب هي بترجع ترو او فولس. طب انت هتستفاد ايه من بوليان البول، او يعني انا كدلوقتي انا كواحد بتعلم وهستفدت ايه من الدرس ده كده؟ هقول لك هتستفاد منه بعدين. ليه؟ انا دلوقتي ممكن اعمل لك سمول ابلكيشن او سمول بروجرام اشرح لك فيه اللي انت واخده دلوقتي ده او استفدته ايه، بس مش هيفيدك. ليه؟ لان انا هعمل حاجات في السمول بروجرام ده انت مش واخدها. فانا هشرح عده حاجات. طبعا احنا ماشيين ببروجرام معين عشان تقدر تستفاد منه على القناه. اول لما اخلصها هعمل لك سمول بروجرام كده، هلم لك في بروجرام كل الحاجات اللي انت خدتها قبل كده. تمام تمام. وده كان درسنا الصغير النهارده، ويا رب تكونوا استمتعتوا وفهمتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم تري كودر بروجرامينج ويب سكول. نشوفكم في فيديو جديد.